جربتوا قبل كده تعملوا بيتزا البطاطس بدل العجينة؟ بجد طعمها رهيب. طبعا مفيش مقارنة ما بين الاتنين لان ده طعم وده طعم، بس بجد جربوها بالبطاطس، رهيبة يا جماعة، طعمها تحفة فعلا. تاني حاجة مناسبة جدا جدا للناس اللي بتعمل دايت، حلوة جدا في الشتاء، مغذية جدا فوق ما تتخيلوا للأطفال، لأن فيها كمية خضار غير ان هي خفيفة قوي. كمان تقدروا ان انتوا تنوعوا في الحشوة بتاعتها، تقدروا ان انتوا تعملوها بأي أنواع خضار انتوا حابينه. يعني لو دخلتوا أي أنواع خضار فيها طعمها مش هيبان. بس بجد جربوها بالحشوة اللي انا هعملها دي. انا بستخدمها الحشوة دي في اي انواع فطاير هحشيها، في اي حاجة اي حاجة، بجد بستخدم الميكس بتاع الخضار ده، طعمه مش طبيعي. جبت بصلاية كده وسط، وجبت فلفلاية رومي ونص فلفلاية حمرا ونص فلفلاية صفرا، وجبت فلفل حامي قرنين. طبعا فلفل الحامي اختياري، اللي مش حابب يضيفه بلاش. قطعت بقى البصل كده قطع صغيرة، بقطع الخضار كله قد بعضه. طبعا تقدروا ان انتوا تقطعوه شرايح. عملت بقى البصلاية، وهقطع كمان الفلفل. ومش ضروري على فكرة تضيفوا فلفل ألوان، هو بيديها طعم حلو، بس ممكن تستخدموا فلفل رومي بس. أنا دايما بجيب فلفلاية وفلفلاية بالظبط، يعني واحدة حمرا واحدة صفرا، بستخدمهم يعني مش بجيب كمية. قطعت بقى الخضار كله هنقله في طبق على بعض. ولما باجي اشتري البانيه، بجيبه يعني نص كيلو، بجيبه صدور صحيحة، بقطعها انا في البيت، اطلع منها الاستريبس او البانيه اللي انا عايزاه. بيطلع مني زي بواقي كده، وانا بقطعه بشيله دايما، بستخدمه في اي حشوة. يعني بجمعه في كيس في الفريزر، بعد كده في الاخر بستخدمه في اي حشوة. جبت بقى طاسة، حطيت فيها شوية من الزيت حلوين كده، حطيت الخضار يا دوب بس بدأ الخضار يدبل. هنزل بقى بالفراخ. انا ما حطيتش الفراخ من الاول علشان ما تنشفش وتفضل جوسي معايا وتكون طرية من جوه، وتحتفظ بالسوائل بتاعتها. شوحت بقى كمان الفراخ مع بقية الخضار. هحط بقى التوابل. طبعا تقدروا تحطوا اي توابل انتوا حابينها، انا حطيت بابريكا معلقة كده حلوة، وحطيت رشة من السكر، وحطيت فلفل اسود وبهارات. دي التوابل بتاعتي. وبحط بس عشان اعزز الطعم اكتر، بحط معلقة من الماجي الفورية، اللي هو النوع المصري، او اي نوع انتوا حابينه. بيديها بس طعم حلو. وشوحته كله مع بعضه، وبعد كده نزلت اخر حاجة بسبانخ. دي سبانخ انا غسلاها ومقطعاها قطع صغيرة، بنزل بيها على بقية الحشوة. بجد السبانخ يعني انا مش باكلها مطبوخة، بس بجد جربوها مع الحشوات. اولا طعمها مش بيبان، بس بجد بتدي طعم حلو جدا جدا، غير ان هي مفيدة طبعا جدا زي ما احنا عارفين. خلصت بقى الحشوة على جنب وسبتها تبرد. جبت بقى 3 حبات بطاطس وسط كده، وقشرتهم وقطعتهم مكعبات صغيرة، ورفعتهم يتسلقوا على النار مع معلقة من الملح. بعد كده جبت قرن فلفل احمر. طبعا مش حابين تضيفوا فلفل بلاش. قطعته بقى شرايح كده رفيعة بالطول. وبعد ما سلقت البطاطس طلعتها بقى من المية بتاعتها، وهرسها كويس جدا جدا لحد ما بقت ناعمة معايا بالشكل ده كده. بعد كده هبتدي بقى ان انا اضيف الحشوة عليها. هضيف خلطة الفراخ والسبانخ اللي احنا عملناها. طبعا انا مش ضايفة الكمية كلها، انا ضايفة جزء منها. هو اصلا كان الطريقة بتاعتها كان من فيديو تاني، هنزل لكم الوصفة اللي جاية. كنت حاشية بيها فطاير، يعني انا دايما بستخدم الحشوة دي في كل حاجة. فدول شوية كانوا فايضين عندي في التلاجة، حطيتهم بقى على البطاطس، وحطيت كمان معاهم رشة حلوة من البقدونس والفلفل. حطيت كمان رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح. ونراعي ان احنا حاطين ملح في الحشوة اللي هي بتاعة الفراخ، فعشان ما تبقاش حادقة منكم. حطيت 3 معالق صغيرين من اللي هي بتاعة التوابل، حطيت نشا. وضفت كمان جبنة موتزاريلا حبة كده صغيرين، علشان لسه هنضيف جبنة موتزاريلا على الوش. هقلب بقى كله كويس جدا جدا مع بعضه، لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض بالشكل ده كده. وده شكلها بعد ما خلصتها. هجيب بقى صينية. واكبر غلطة انا غلطتها هي ان انا حطيت ورق زبدة في الصينية. انا مش عارفة ان انا عملت الغلطة دي، انا معرفش عيب في ورق الزبدة ولا ايه بالظبط. المهم حطيت ورقة زبدة وحطيت عليها رشة من الزيت. طبعا انتوا لو هتعملوها الافضل تحطوها منها لنفسها في الصينية على طول، يعني تدهنوا الصينية دهنة حلوة من الزيت وتحطوا فيها البطاطس على طول. انا المرة دي مش عارفة ايه اللي خلاني اجود وان انا احط ورق زبدة، لان في العادي بعملها في الصينية من غير ورق زبدة. حطيت بقى البطاطس كده وفردتها كويس جدا، خليتها كلها بسمك واحد في الصينية، يعني ما خليتش حتة عالية وحتة واطية، خليتها كلها سوا واحد، زي كأنكم بتفردوا عجينة بالظبط. بعد كده هدخلها الفرن، طبعا مسخنة الفرن قبلها. دخلتها على الشبكة اللي في النص وسبتها لحد ما الجوانب بدأت ان هي يعني لقيتها اتحمرت كده معايا، وخدت اللون ده كده من الوش. بعد كده هحط عليها الجبنة الموتزاريلا، وهدخلها بقى المرة دي شواية. ولو لقيتوا وشها محمرش من فوق قبل ما تضيفوا الجبنة، ممكن تفتحوا عليها الشواية بس ثواني. بعد كده تخرجوها تضيفوا الجبنة الموتزاريلا، ترجعوا تدخلوها تاني. وسبتها بقى لحد ما الوش بتاعها احمر والجبنة ساحت. بالنسبة لأنواع الجبنة الموتزاريلا اللي بستخدمها،
بجد النوعين دول جامدين جدا. بستخدم نوع طبيعي اسمه بيور ونوع تاني اسمه يونيفرسال، والاتنين على فكرة جبنة طبيعي، يعني مش نباتي الدهن لأ طبيعي، بجد حلوين جدا. المطة بتاعتهم عالية وطعمهم في نفس الوقت حلو، ده غير ان سعرهم بالنسبة ان هما جبنة طبيعي سعرهم مناسب جدا جدا مقارنة بأسعار جبن تانية طبيعي. ده شكلها بقى بعد ما خرجتها. عايزة اقول لكم ان هي بجد طعمها فعلا رهيب. طبعا هي لزقت مني من الحروف ورق الزبدة، بس برضو طلعتها في الاخر، بس طبعا شكلها كانت بهدل معايا، يعني ما كانتش مثلثات، هي كده كده ما كانتش هتطلع معايا مثلثات لان البطاطس مهروسة، فهي تاكلوها كده بالمعلقة او بالشوكة. بس عايزة اقول لكم بجد والله العظيم طعمها رهيبة فوق ما تتخيلوا، خصوصا لو جربتوها بالحشوة اللي عملناها مع بعض اللي هي ميكس الفراخ مع البصل والفلفل الالوان والرومي والسبانخ. بجد الحشوة رهيبة والبطاطس مع الميكس ده رهيبة، والجبنة بجد حلوة جدا، جربوها ضروري بجد تجربوها تعجبكم قوي قوي فعلا. كمان حلوة قوي للاطفال زي ما قلت لكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله.